صباح الخير لارا، مرة أخرى صباح الخير لكل مشاهدينا أو متابعينا ومتابعين برنامج يوم جديد. صراحة أجواء ولا أجمل ولا أروع أكيد لما تكون بمحافظة الزرقاء وخصوصي بالوسط التجاري، بتحس بالحركة النشطة والسيارات وهذه الازدحامات المرورية، بتستمتع بلذة هذا المكان بهذه الأسواق التجارية القديمة بهذا المكان العريق والتاريخي القديم والمميز. طبعا مشاهدينا اليوم راح نتعرف على مسجد أبو بكر الصديق، وهو المعروف بمسجد الشيشان، ويعتبر من أهم وأبرز المعالم الدينية في وسط مدينة الزرقاء، وهو من أقدم المساجد في الأردن ومن أقدم المباني في المحافظة. يزيد عمره على 100 عام ويتسع لحوالي أكثر من 2000 مصلي، وهو عبارة عن تحفة فنية معمارية إسلامية. هذا المسجد تم ترميمه وصيانته عدة مرات عبر الزمان للحفاظ على هذا الإرث الديني التاريخي الحضاري المميز. طبعا هذا المسجد هو عبارة عن منارة ومركز ديني تربوي تعليمي رائع وجميل، ما زال يستقطب محبين وسط البلد القديم والاستمتاع بهذا الإرث التاريخي وأداء العبادات في هذا المسجد القديم والذي يزيد عمره على 100 عام كما قلنا. طبعا مشاهدين راح يكون معنا الآن الشيخ عثمان دولة ميرزا، راح يعرفنا أكثر على هذا المسجد وراح نبلش حديثنا معه. أول شيء بنصب عليك شيخنا ويعطيك ألف عافية. الله يعافيك. صباح الله يعطيك ألف عافية. طبعا احنا بدنا نحكي بداية حديثنا عن حي الشيشان اللي موجود، ونحكي عن وجودهم في مدينة الزرقاء، وهم جزء من النسيج الوطني الأردني ومكون رئيسي من مكونات شعبنا الأردني الحبيب. نحكي عن الحي الشيشاني في مدينة الزرقاء، بعدين نتعرف أكثر على هذا المسجد. الحمد لله، الله صبحكم بالخير. بنصبح على الشعب الأردني الطيب النبيل، وتحيات أهل الزرقاء جميعا إلى جلالة سيدنا وإلى الشعب الأردني الطيب النبيل. الزرقاء تم تأسيسها من قبل عشيرة الشيشان. أول فوج وصل إلى مدينة الزرقاء في 1903، وأول ما وصلوا إلى مكان البلدية هذه كانت الساحة فارغة، كل الزرقاء ما في غير محطة سكة الحديد وقصر شبيب، هم الشيئين الوحيدين في مدينة الزرقاء كانت سابقا في 1903. فوقفوا كل عرباتهم اللي كانت معهم في منطقة البلدية. النساء بدأوا بتجهيز الطعام وطبعا خدماتهم. الرجال فورا انتقلوا إلى منطقة المسجد ونظفوا الساحة من الحجارة وغيرها، وجهزوا مصلى للصلاة، وأقاموا أول صلاة جمعة في مدينة الزرقاء في 2023. بعدها فورا قرروا أن يكون هذا موقع المسجد. في عام 1904 اكتمل بناء المسجد من الطين، اللبن الطين، والسقف من القصيب والخشب، وكان المسجد هذا يتسع لأهل الزرقاء في ذلك الوقت. لكن بعد عام 1920 وحضور عدد كبير من العائلات إلى الزرقاء خاصة من بلاد الشام بعد معركة بيسلون، هاجروا ناس كثير من سوريا للأردن وجاءوا سكنوا في الزرقاء، وجاءت مجموعات عائلات من فلسطين أيضا، فزاد المصلين فوسعوا المسجد. الساحة الأمامية عملوا لها مقدمة. تمام. بدنا نحكي عن عمليات إعادة الترميم والصيانة اللي شهدها هذا المسجد للحفاظ على هذا الإرث التاريخي والديني المميز في مدينة الزرقاء. لما زاد العدد المصلين وسعوا المسجد. كان في ساحة أمامية أمام المسجد، الساحة هذه وسعوها وصلحوها وعملوا لها سور يحفظها من البراء طبعا ماشين أو دواب. فصار المسجد يتسع لأكثر من حوالي 200 شخص. بالتدريج سنة 48 بعد الهجرة الفلسطينية زاد عدد سكان الزرقاء، ولذلك تم إعادة بناء المسجد من أول وجديد، وتم توسعته. كمان بني من الطين واللبن، ولكن تم تحسين الوضع بشكل جيد. لكن في عام 1960 تشكلت لجنة برئاسة الشيخ عبد الباقي جبر رحمة الله عليه، ومن أهل الخير من مدينة الزرقاء جمعوا تبرعات وأزالوا المسجد القديم وبنوا مسجد جديد. هذا المسجد بني في 1963-64 بني المسجد، ولكن المسجد لأنه مساحته كبيرة جدا ولا يستطيع أي متعهد في ذلك الوقت من تركيب سقف للمسجد، استعان الشيخ عبد الباقي بسلاح الهندسة الملكي، وقدم طبعا الجيش العربي مشكورين سلاح الهندسة مهندسينها وأجهزتها وآلاتها كلها جاءوا بتركيب السقف. لكن بعد انتهاء السقف وتجهيزه
بقيت القبة، والقبة تحتاج إلى كمان أيضا جهود كبيرة جدا، ولذلك كملوا المهندسي سلاح الهندسة الملكي مع اللجنة المشرفة على المسجد وبنوا القبة. يعني استمرت العملية هاي حوالي 4 سنوات تقريبا. تمام، يعني هاي القبة جزء من عمل وتصميم هندسي مميز لهذا المسجد، كمان مأذنة عالية. نحكي شوي عن التصميم الهندسي الرائع والجميل اللي بتمس فيه تراث وتاريخ وحضارة. يعني حتى المار من هذا المكان وما بيعرف المسجد بيشتم رائحة الماضي والتراث العريق منبعث من هذا المسجد، من هذا الموقع بشكل عام. في عندنا كان واحد من أبناء عشيرة الشيشان اسمه حداد إلياس، اسمه محمد إلياس، سموه حداد لأنه كانت مهنته الحدادة. هو اللي صمم القبة وصمم المئذنة وأشرف على بناء المئذنة من أول حجر حتى نهايته. وكان عندنا في الزرقاء هون واحد من دار السمهوري كان سمكري، هو اللي جهز الهلال اللي على رأس المئذنة. يعني تضافرت جهود كل أهل الزرقاء من جميع الأصول والمنابت في إعداد هذه التحفة الفنية الرائعة. تمام. عمي أبو ميرزا، بدنا نحكي أكثر عن أهمية الحفاظ على هذا الموروث تاريخي ديني تراث لحتى يظل للأجيال ونحافظ عليه. أكيد يعني بده إعادة ترميم وصيانة، بس إنه ما ينهد لا سمح الله وينبنى مسجد جديد مكانه. لازم نحافظ على هذا الإرث التاريخي زي ما هو لحتى يظل في عبق تاريخ وتراث وعريق، ونظل نتغنى بوجود مسجد بزيد عمره على 100 عام كان في بس عمليات إعادة ترميم وصيانة وظل زي ما هو. حتى يعني من شدة الاهتمام الأتراك عندهم مؤسسة تركية اسمها تيكا تعمل على ترميم وإصلاح جميع المباني في جميع العالم الإسلامي. جاءوا إلى الزرقاء وصوروا المسجد ووضعوا تصاميمه وكل تركيباته عندهم في سجلات خاصة، على أساس في المستقبل إذا يحتاج أي شيء هم كمان مستعدين يساهموا فيه. فهذه التحفة فنية هم بيعتبروها من الإرث العثماني كمان، مش بس الأردني. تمام. فالحمد لله يعني اهتمام كبير جدا في هذا المسجد، وهذا معلم من أهم معالم الزرقاء. صحيح. بدنا نحكي شوي عن المرافق الداخلية، يعني في بجوز بعض المراكز لتحفيظ القرآن، طبعا في مركز تحفيظ قرآن، بعض الدورات تعطوها للشباب في مكتبة إسلامية. تعرفنا أكثر كمان على المصليات. في مصلى للنساء خاص، لأنه كان مع زيادة أعداد المصلين والمصليات في المسجد تم بناء جناح في الجهة الغربية من المسجد مصلى للنساء. في دار قرآن تحفيظ للقرآن باستمرار شغال في دورات مستمرة. في يعني نشاطات كثير مرات كان يجينا أو بتجيب يعني ناس من علمائنا والأجلاء والشيوخ يعملوا محاضرات في المسجد بين فترة وفترة. فهذه من بعض النشاطات التثقيفية اللي بيقوم فيها. تمام. كمان عم أبو ميرزا يعني بجوز تمتاز محافظة الزرقاء عن غيرها من محافظات المملكة بنسيج اجتماعي مكون من كافة أطياف المجتمع الأردني وكافة محافظات المملكة، خصوصا الشيشان يعني أصبحوا من أبناء البلد وهم مكون رئيسي. يعني احنا ما بننكر وجودهم ودورهم الكبير في تأسيس المملكة، وعلى مر الزمان كان لهم دور، لهم معالم. حابين نحكي عن هذا التكوين الاجتماعي المميز محافظة الزرقاء. يعني بتلاقي من كل محافظات المملكة موجودين في الزرقاء. الزرقاء تقريبا هي مركز المملكة الأردنية الهاشمية، وبناء المعسكر في داخل جنب مدينة الزرقاء أدى إلى جعل بؤرة استقطابية من جميع أنحاء المملكة. كل إنسان ينتمي إلى القوات المسلحة أو الجيش العربي بدل أن يذهب إلى الترك في كل أسبوع أو المعان أو إربد، فبدأ يسكن في داخل الزرقاء، يستأجر أو يبني أو يشتري أرض. فبالتدريج كان المعسكر له أثر كبير جدا، والجيش العربي له أثر كبير جدا، إن التوسع الكبير هذا في مدينة الزرقاء والتطور العمراني وزيادة السكان فيه، وكل الناس وجدت إنه المكان السكن المناسب لهم حتى يقدروا يعيشوا فيه. ولذلك احنا بنسمي الزرقاء مدينة العمال والجيش. الجيش والعسكر. نعم. الجيش والعسكر. العمال. صحيح. العمال. الزرقاء تمتاز سيل الزرقاء هذا على امتداده مصانع، مئات المصانع الكبيرة والتي تربط أكبر إنتاج صناعي في المملكة الأردنية الهاشمية مدينة الزرقاء. ولذلك الزرقاء الحمد لله من فضل الله تعالى بفضل من الله إنه توسعت توسع كبير جدا. صار فيها مؤسسات ضخمة كبيرة، مصفاة البترول، المحطة الحرارية، المصانع اللي على سيل الزرقاء الحمد لله. يعني هذا زي ما تفضلت جمع جميع أطياف المملكة الأردنية الهاشمية
فتعتبر الزرقاء مجمع لجميع عشائر المملكة الأردنية. كل الشكر لك عمي أبو ميرزي، يعطيك ألف عافية. استمتعنا بالحديث معك. جزاك الله كل خير. شكرا جزيلا. تعرفنا من خلالك على المسجد، على حي شيشان، وأكثر على محافظة الزرقاء، المدينة الأردنية اللي زي ما قلت تجمع جميع أطياف المجتمع الأردني. كل الشكر لك. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. طب مشاهدينا، زي ما شفتوا كنا معكم على الهواء مباشرة من محافظة الزرقاء. حبينا اليوم نتعرف أكثر على حي الشيشان، وأيضا نتعرف على مسجد أبو بكر الصديق، والمعروف بمسجد الشيشان، وهو من أقدم المساجد في الأردن، يزيد عمره على 117 عام وما زال موجود، محافظين على هذا الإرث التاريخي الديني المميز. راح خليكم مع بعض اللقطات الصباحية لهذه الأحياء الجميلة من محافظة الزرقاء والحركة النشطة بالأسواق العريقة القديمة. ويسعد صباحكم مشاهدينا دائما وأبدا من محافظة الزرقاء، صباحكم مليء بالأمل والإيجابية والنشاط والحيوية إن شاء الله.